في عام 2021 بالتحديد شهر ديسمبر 2021 كان سعر الذهب مسجل مع حضرتك 790 جنيه. وفي عام ديسمبر 2022 كان سعر الذهب مسجل مع حضرتك 1660 جنيه. وفي عام 23 بالتحديد ديسمبر 2023 كان سعر الذهب مسجل مع حضرتك 2800 جنيه. وفي ديسمبر 24 كان سعر الذهب مسجل مع حضرتك 3800 جنيه. وفي عام 2025 وبنهاية عام 2025 شفنا الذهب في ديسمبر مسجل 6000 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وسنة سعيدة على حضراتكم جميعا، وإن شاء الله أي حد من حضراتكم عنده أمنية يحققها في عام 2026. الكل منتظر يناير والأحداث اللي هتحصل في يناير. خليني أقول لحضرتك في 3 أحداث مهمين جدا 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 في شهر يناير لازم تتابعهم علشان الذهب هيطلع وينزل وسط الأحداث دي. رقم 2، طبعا شفنا الذهب حقق مستويات تاريخية بنسبة 65% في عام 2025. هل نفس النسبة دي ممكن يحققها الذهب في عام 2026؟ ده اللي هجاوب حضرتك عليه. طبعا شايفين الشاشة العالمية دلوقتي متوسطها $4380 ولحد ما بتنزل تحت تصحح لحد $4320. وده طبعا مؤثر على السعر العالمي في مصر. عيار 21 بنشوفه عند مستويات 5800 وال5900 جنيه. هل الاسعار دي انا اقدر اشتري عليها دلوقتي ولا لا؟ خليني اقول لك عشان هقول لك وقولا واحدا تعمل ايه. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق جروب الواتساب او التليجرام، ده هسيبه لحضرتك تحت في اول كومنت، بيبقى اسرع كمان من اليوتيوب. حضرتك دلوقتي بتسمع ان الذهب نازل يصحح لمستويات $4000 وال3800 وال3500. طبعا الكلام ده على راسي وبحترمه جدا، بس خليني اقول لحضرتك بناء على ايه. هل حضرتك عندك معلومة ان الولايات المتحدة الامريكية نشرة في البحر الكاريبي اكبر اسطول بحري وجوي؟ هل ده عند حضرتك ليه دلالات؟ ليه دلوقتي الولايات المتحدة الامريكية لسه لحد دلوقتي نشرة الاسطول ده؟ بلاش النقطة دي. خليني اقول لحضرتك ان للعام الخامس على التوالي لسه حرب روسيا واوكرانيا شغالة وما انتهتش. بلاش النقطة دي. خليني اقول لحضرتك نقطة ثالثة مهمة. الصين وتايوان في عام 2026 تحط تحت الصين وتايوان مليون خط، لان الصين اعلنت ان هي هتضم تايوان ليها بشكل رسمي. وده طبعا يعني عايز اقول لك هيعمل توترات جيوسياسية كبيرة في المنطقة، خاصة ان الصين كيان اقتصادي كبير مش صغير، قادر ان هو يحرك العالم. هو كمان زيه زي امريكا، مش هقول لك ان هو يفوق امريكا، بلاش كل ده. خليني اقول لك ان التوقعات في 2026 وفي النص الثاني من 2026 هتظهر لك داعش تاني والعمليات القتاليه الارهابيه هتظهر لك من اول وجديد، ودي توقعات 2026. خلي بالك العالم زي ما هو مفيش فيه جديد، بل بالعكس احنا من اسوأ لاسوأ. بعض البنوك العالميه شايفه ان الذهب رايح عند مستويات $5000. طبعا الشاشة والرقم ده كبير مش صغير، بس خليني اقول لك ان الرقم ده سهل جدا ان انت تشوفه في النص الاول من عام 2026، وسهل جدا بنهاية عام 2026 ممكن تشوف $5500 وال6000. ده مش بعيد. وده خدنا للنقطة المهمة. هل الذهب ممكن يحقق نفس مستويات 2025 ونشوف عند مستويات ال 65% في عام 2026؟ خليني اقول لك عشان تشوف الرقم ده لازما الشاشة العالمية توصل $7000. الرقم ده مستبعد في عام 2026، ولكن الرقم ده اذا كان مستبعد فهو مستبعد ده طبقا للاحداث الحالية، ولكن لو حصل متغيرات قدام الرقم ده ممكن نشوفه ونشوف اعلى منه. بس كل اللي هيفرق في ده التوترات الجيوسياسية. وطبعا خليني اقول لحضرتك ال3 احداث المهمين في شهر واحد، واللي ده اللي هيخلي الذهب طالع نازل الفترة اللي جاية. رقم 1، اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي. طبعا البنك الفيدرالي الامريكي الاجتماع بتاعه يوم 28 يناير بنهاية الشهر، وده اجتماع مهم جدا جدا. وخلاص كلنا بقينا عارفين ان بعد الاجتماع ده لو البنك الفيدرالي الامريكي خفض الفايدة الذهب هو كده هيرفع والدولار قيمته هتنزل. فخلينا ما نسبقش الاحداث وركز معايا في تاني نقطة عشان اهم من اول نقطة. رقم 2، التعرفة الجمركية اللي ما بين الصين وما بين امريكا. المحكمة الدولية هتنظر فيها وهتشوف هل فعلا من حق امريكا تفرض التعرفة الجمركية زيها زي الصين ولا لا.
وده هيساعد على تذبذب الذهب الفترة اللي جاية. رقم 3 وهي لا تقل أهمية عن النقطتين الأولانيين، الإغلاق الحكومي في أمريكا. طبعا كانوا بنهاية عام 2025 آخر 3 شهور في الربع الأخير كانوا واخدين مدة أو مهلة لحد الإغلاق الحكومي، ما نشوف هنوصل فيه لإيه. المهلة دي هتخلص في شهر يناير، ممكن نرجع تاني الإغلاق حكومي تاني والمصالح الحكومية في أمريكا تقفل تاني وترجع تشوف الذهب بيرتفع تاني. خليني اقول لك ان شهر يناير مهم جدا، والثلاث احداث دول مهمين جدا، لازم أن تكون متابعهم وعارف انت عايز ايه. عيار 21 شايفينه دلوقتي عند مستويات ال 5800 جنيه وال 5850 وال 5880. هل الرقم ده اشتري عليه ولا لا؟ خدها مني وقولا واحدا اشتري، جمد قلبك وخش واشتري. لو انت معاك سيولة خلي السيولة دي على مرتين، نص السيولة اللي مع حضرتك دلوقتي خش اشتري بيهم 5850 جنيه لعيار 21، خش اشتري بيه. بس المقياس المهم ان حضرتك النهاردة لما تشتري ما تجيش تقول لي هبيع اخر الشهر، ولا هبيع اخر شهر 2 ولا 3 ولا 4. الذهب حضرتك هتحكم عليه بنهاية 31 ديسمبر 2026. خليني اقول لحضرتك نقطة مهمة جدا وركز معايا فيها. في عام 2021 بالتحديد شهر ديسمبر 2021 كان سعر الذهب مسجل مع حضرتك 790 جنيه، وفي عام ديسمبر 2022 كان سعر الذهب مسجل مع حضرتك 1660 جنيه، وفي عام 23 بالتحديد ديسمبر 2023 كان سعر الذهب مسجل مع حضرتك 2800 جنيه، وفي ديسمبر 24 كان سعر الذهب مسجل مع حضرتك 3800 جنيه، وفي عام 2025 وبنهاية عام 2025 شفنا الذهب في ديسمبر مسجل 6000 جنيه. عشان كده بقول لحضرتك ركز جدا انت عايز ايه من الذهب. الذهب استثمار متوسط وطويل الاجل، يعني حضرتك لو هتشتري في شهر يناير 2026 يبقى نتحاسب مع بعض في ديسمبر 2026. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وارد عليه. سلام.